احنا مش هنقول ان دلال هي اللي بعتت ناس تسقط عايده عشان استاذ محمد سامي ما يزعلش مننا ونحرق له الحلقه. بس انا هقول لكم بقى على عقوبه الاجهاض في القانون المصري. القانون المصري في الماده 260 للماده 264 عقوبات نظمت جريمه الاجهاض، وقالت ان كل من اسقط عمدا امراه حبلى بضرب او ايذاء بيعاقب بالسجن المشدد. وقالت برضو في ماده 261 ان كل من اسقط عمدا امراه حبلى بادويه او بوسائل اخرى، او ان هو يدلها على الحاجات دي عشان تاخدها وتسقط نفسها، سواء بقى كان برضاها او غصب عنها، بيعاقب بالحبس. الا لو كان بقى اللي دلها على الادويه دي او الوسائل دي كان دكتور او جراح او صيدلي او قابله، في الحاله دي بيعاقب بالسجن المشدد. وقالت برضو ان الشروع في الاجهاض مفيش عليه عقاب. بس خليني اقول لكم ان في الواقع العملي جريمه الاجهاض اصلا دايما بتتم في الدره، بتبقى جريمه مستخبيه. يعني الست اللي بتجهض نفسها غالبا محدش بيعرف، او الدكتور اللي بيعمل كده مستحيل يكون عاملها في مستشفى، بيعملها في عيادات خاصه تحت بير السلم عشان بيخاف لا يتفصل من النقابه ويتحبس. فغالبا ما بتتعرفش جريمه الاجهاض الا لو كانت بتدخل طرف تاني، يعني زي اللي حصل في المسلسل كده، حد ضربها عشان يقصد يسقطها، في الحاله دي هو بيعاقب عليه. قولا واحدا الاجهاض حرام شرعا الا في اضيق الحدود، ويكون تحت اشراف طبيب، ويكون في خطوره على حياه الام زي ما الشريعه الاسلاميه اشترطت بالظبط. حتى لو كانت الحامل دي حامل في سفاح وبتجهضه علشان تداري على الحوار، برضو الشرع قال ان هي حرام، وقال انه يتكتب للام باسمها باعتبارها واقعه ماديه ومعروف ان دي امه. لو مش هينفع يتنسب للاب عشان مفيش عقد جواز. مفيش مبرر في الدنيا يخليك تتعدى على حق جنين في حياته المستقبليه. طبعا جريمه الاجهاض دي للجنين اللي لسه في رحم الام، اما لو كان الجنين خرج من الرحم خلاص وكان خارج للحياه وانت موتته، ده جريمه قتل عمد.